السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى جمهور، وحشتوني كتير يا جماعة. يعني مش عارفة أقول لكم إيه، بس يلا نبدأ في شوية تخزينات كده، حبات صغيرة كده لرمضان، لأن داخل علينا مدارس ودروس وحاجات كتيرة جدا. يلا نجيب كل حاجة منها حبة صغيرين ونخزنهم. والله إمكانيتك تجيبي كتير هاتي. أول حاجة عندنا الجزر. الجزر بيتخزن في الفريزر وما بيجرالوش أي حاجة. عايزة تعملي عدس، عايزة تعملي بسلة، عايزة تحطيه في أي أكلة، في أي سمك، بصي مش هقولك لأ. تمام، وتقطعيه التقطيعة اللي انتي حباها. حابة تبشريه براحتك، بس أنا بحب أقطعه التقطيعة ديت. ليه؟ يعني بتبقى الجزرية مالكة نفسها وكويسة، يعني مش اللي هي بشراها. تمام، عايزة تبشريها، عايزة تعملي مربى جزر، هعمل لكم فيديو لمربى جزر زي العسل. اللي عايز مربى جزر يكتب لي في كومنت أو تعليق. تمام. اول حاجه يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هتجيبي الكميه اللي انت عايزاها، كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، الحبه اللي انت عايزاهم. تمام. هنغسلها ونقشرها بالمقشره بتاعتنا، ونخرطها التخريطه اللي انت حباها، حباها كبيره حباها صغيره، بس تخرطيها التخريطه اللي انت هتطلعي من الفريزر على البوتاجاز على طول او للاكله بتاعتك. تمام. وتقطع تقطعات كده بسيطة وصغننة. يعني بصي، انا عارفة والله في ضغط جامد السنة دي علينا كلنا كأولياء امور، مش انا لوحدي لا، او غيري او غيري لا. يعني هنبسط الدنيا لبعضينا وهتبقى سهلة. كل حاجة هتعدي. طبعا رمضان، دراسة، دروس، ده يعني الدنيا هايصة خالص، هايصة هيصان. تمام. فالموضوع ان شاء الله هيبقى سهل معانا وخفيف علينا، وهنمشي مع بعض خطوات بسيطة. عايزة اقولك يعني خلي يوم اجازتك هاتي حاجة حاجة واعمليها. تمام. ودي احنا قطعناها اهو قصادك، تقطيعات حلوة. تكيسيه. عايزة تحطيه في بطر رمانات، عايزة تحطيه في علب عندك محكمة مغلفة، حسب الفريزر بتاعك وتكييسك للحاجة. تمام. ويا ريت تعملي على قد الاكله بتاعتك، يعني تملي الكيس او تملي العلبه بتاعتك على قد الاكله. وادي اهو كيسناه. وعايزه اقولك شويه جزر زي العسل بتوع الشتا الصراحه، انا عن نفسي بحبه، ليه ريحه جميله جدا. يلا نخش على الفيديو اللي بعده. تجهيز بقى ايه؟ شهر كامل. حاجات بسيطه جدا. الطماطم، البسله، السبانخ، حاجات يعني لا غنى عنها في البيت. وساعات بتكوني جاية من شغلك او من الدرس مش عارفة تعملي ايه. تمام. انا عندي البسلة هنا بفرزها بعد ما بعملها على طول، يعني ما بحطهاش لا في نار ولا في اي حاجة، يعني ما فيهاش افتكاسات. تمام. اللي يقولك احطها في ميه سخنه وبعدين ارجعها في ميه ساقعه عشان تبقى احافظ على خضرها، البسله طبيعي بتاعت الشتاء بتبقى جميله جدا ومسكره وفرازيه زي ما هي. وعليا يا جماعه انا ماشيه بيها على طول كده اهوت، وبحطها في الفريزر اللي عندي ولا الهوا. بضيف معاها الجزر، عايزه تضيفي معاها الجزر ضيفي، مش حابه ده لوحده وده لوحده، حريه الاختيار ليكي. وادي السبانخ برضو كهيت، يعني برضو تقطعيها وتغسليها حلو جدا وتكيسيها زي ما هي، وتحطي الخضره بتاعتها وتشيليها معاكي سنة بحالها، تطلعيها كده تحطيها على الصلصة وتمام. ماشي. يلا نخش على الفيديو اللي بعده. الطماطم اللي هي مشكلة الناس كلها، سهلة وبسيطة. هنجيب حلة على النار، نحط فيها المادة الدهنية بتاعتنا، زيت او سمنة اللي انتي حباه، وننزل فيها البصلة بتاعتنا نطحنها. لكيلو الطماطم نحط بصلتين كبار، او بصلة للناس اللي كدهوت اللي ما بتحبهاش. وما بنسبكش البصلة يا جماعة عشان ما تحرقش الصدر وما تعملش حموضة. تمام. هنسبيها تتسبك وتغلي غلوة كده جميلة، وبعد كده نشيلها من على النار. طب اللي هي بالبصل دي هبقى هنعمل بيها ايه؟ دي اللي هي اللي احنا خلاص بقى على الطبخ، جينا من بره عايزين نحط بطاطس، والله سالقين فاصوليا الصبح قبل ما ننزل او بالليل، لوبيا كده كده، تقومي ضيفي بسرعة محشي. والحلة التانية اللي هي الصلصة من غير لا بصل ولا اي حاجة، دي بقى حرية الاختيار ليكي بقى، مكرونة، كشري. بصي يعني انا عملتها لك بطريقتين،
بس عايزه اقولك يعني هتوفر لك مجهود جامد جدا. وادي البصله، وادي اللي من غير بصله. بصي دي كده اللي من غير بصله، تمام، اللي انا ماسكاها لك دي. التانية اللي هي بالبصله والسمنه او الزيت. يلا بينا نخش على اللي جاي، اللحمه المفرومه. طيب احنا عندنا كيلو لحمه مفرومه، هعمل لك 12 كيس يقضيك 12 مره. عايزه اقول لك حاجه فاخر من الاخر. كل سنه وانت طيبين. هنجيب كيلو لحمه مفرومه، تمام. هنجيب عليها كيلو بصل. كيلو البصل بيحتاج كيلو لحمه مفرومه. بس نفرم البصل ناعم، علشان في عندنا اولادنا ما بيحبوش البصل طبعا في قلب الاكل، المكرونه بالبشاميل، الرقاق، السمبوسه. يعني ليه عده اغراض كتيره جدا اللحمه المفرومه بجد يعني. فعلا فعلا المنقذه بالنسبه لي. نحطها في بسله، نحطها في كوسه، حاجات كتير جدا. طبعا نجيب كيلو البصل ونطحنه طحنه حلوه. لو عندنا مطحنه، ما عندكيش يبقى خراطيه على ايدك، تخريط صغنن، التخريطه اللي انت حابه. بس زي ما قلت لك، لو عندك حد ما بيحبش البصل في الاكله لازم تخرطيه ناعم جدا عشان ما يبانش، تمام. ونجيب بقى وك على النار او حله، وننزل باللحمه بس يكون مسخنينها جامد جدا، وننزلهم الكلام الجميل ده مع بعض، ونضربهم ضربه جميله جدا. عايزه اقولك تشيليها في الفريزر طول الشهر. بصي 12 كيس، 12 كيس. بصي اللهم صل على النبي، اللهم بارك. بصي يعني كيس مليان قصادك اهو، مفيش كلام تاني، تمام. واللي انت حابه بقى، حابه تطلعي تعمليه جاي من بره بسرعه، هوب يلا اعمل اديله ايد، يلا حاجه جامده فعلا، تمام. واوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، تمام كده. نيجي على صينيه الرقاق اللي هي زي البيتزا. بجد هي افتكاسة مني، بس افتكاسة طلعت جميلة جدا، تمام. صينية الرقاق دي انا عاملاها بالسجق، السجق البلدي بتاعنا. عايزة اقولك كلوا صوابعهم وراها وقالوا لي جميلة جدا. يعني فعلا انا اخترعتها الساعة 2 بالليل، جعانين والجو شتا بقى والدنيا ايه. عايزة اقولك تنفعك في رمضان برضو، ان كان فطار، ان كان سحور، هتغنيكي. وطبعا لا غنى عن الرقاق في اي بيت، ودلوقتي متوفر في جميع المحلات بتاعه البيتزا او اي حاجه. هنجيب السجق بتاعنا وبصلايه وطماطمايه ونقلبهم تقليبه حلوه على النار، ونبل الرقاق بتاعنا ونعصه بالسمنه طبعا، ونقوم رصين الرصه الجميله اللي انتوا شايفينها ديت. وانا بمشيها على النار زي ما انتوا شفتوا كده، وقلبتها، واحط الجبنه الموتزاريلا بقى وشويه خلطه، وكلي من هنا وادعيلي. عايزه اقولك حاجه جامده.